ازيكم يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن الذكاء الاصطناعي او الاي اي في الاكسل لمحللين البيانات. طيب قبل ما نبدا لازم نكون فاهمين حاجه، ان الذكاء الاصطناعي هو موجود في دلوقتي اغلب حياتنا. طيب هل الاي اي او الذكاء الاصطناعي يقدر يعمل لنا داشبورد كامله؟ يقدر يعمل لنا داشبورد كامله. هل يقدر يعمل لنا تحليلات كامله؟ يقدر. بس انت كمحلل بيانات في البوينت بتاعتك او في الجزء بتاعك، انت بتستخدمه عشان يساعدك في التحليل. ليه؟ لان انت دلوقتي شغال في شركة او شغال في مؤسسة او شغال حتى فريلانس، فانت شغال تابع المؤسسة ديت او تابع للشركة ديت، او بتبدأ تفهم الكاستمر اللي انت بتكلمه. لو انت شغال فريلانس بتفهم هو عايز ايه بالظبط وبتبدأ تطلعه. طيب، فدلوقتي عندنا الاي اي تو واي. لو انت محلل بيانات لسه ستارت، لسه بتبدأ، فالاي اي هنا هيساعدك في ان هو يديك انسايتس او يبدأ يانلايز معاك الداتا اللي عندك دي عشان يديك افكار عشان انت لسه بادئ. طيب لو انت اوريدي محلل بيانات، لو انت اوريدي سواء جونيور سينيور ايا كان وشغال في المجال، فهنا الاي اي هيكون معاك ان هو يساعدك في ان انت توصل لمعلومة انت ما كنتش عارف توصل لها، او يساعدك في انك يخلق لك حاجه انت ممكن ما تكونش شايفها اصلا في الداتا، او يساعدك في ان هو مثلا يطلع لك اوتلايرز، يساعدك في كلين حاجه انت مش شايفها او انت ما عدتش عليها او عملت لها سكيب، فبيساعدك في البوينت دي. طيب مبدئيا قبل ما تستخدم الاي اي في التحليل، افهم الداتا اللي انت شغال عليها. يعني دي داتا عندي مثلا، الداتا دي فيها الانفويس ديت. الانفويس ديت دوت اللي هو التاريخ بتاع الترانزاكشن. عندك هنا الريجون، عندك هنا الستيت، عندك هنا السيتي، عندك هنا البرودكت والبرايس بير يونت، وعندك اليونت سولد والسيلز ميثود والتوتال ريفينيو. ايه الكلام دوت؟ دي داتا مبيعات. تاريخ الترانزاكشن، الريجون ايه هو، الستيت بتاعته ايه هي، السيتي البرودكت اللي اتباع، عدد المنتجات، سعر المنتج الواحد، الحاجات دي اتباعت فين، اونلاين ولا ان ستور، وتوتال ريفينيو او توتال سيلز بتاعه المؤسسه. طيب الاي اي في الاكسل موجود في تو فيرجن موجودين عندنا نقدر نستخدمهم. الفيرجن الاولاني اللي انا شغال بيه دلوقتي دوت اللي هو الفيرجن بتاع جوجل شيت اللي هو موجود فيه الاي اي جيميناي، وفي الجزء الثاني بتاع مايكروسوفت الاكسل بتاع مايكروسوفت موجود فيه كوبايلوت. هل الاثنين بيستخدموا بنفس الطريقه؟ لا، بس انت هنا ممكن تستخدم بجيميناي مثلا، تخش تبدا تكتب معاه على طول كوبايلوت، تخش تتكلم معاه برضه وتبدا تقول له انت عايز ايه بالظبط، يبدا يانلايز معاك، وهنا يبدا يانلايز معاك. النهارده هتكلم على جوجل شيت، المره الجايه بامر الله هشتغل على كوبايلوت وهوريكم الفرق ما بين الاثنين، وازاي تتعامل مع دوت صح وازاي تتعامل مع ده برضه بطريقه بتاعه الجيميناي او بالطريقه بتاعه الاي اي بتاعته بتبدا تشتغل بيها. طيب نفترض دلوقتي ان انا كمحلل بيانات عايز سمري كده او عايز ملخص لحاجات معينه. زي ايه؟ زي مثلا الريجون. عايز اعرف الريجون دوت عمل لي كام، طلع لي كام منتج، الكلام ده كله باع لي بكام، عمل كام ترانزاكشن او كام اوردر، كل الكلام دوت عايز اعرفه. طب الاي اي هستخدمه ازاي هنا بقى؟ بمنتهى البساطه، انت لو فتحت جيميناي هنا هيقول لك كذا حاجه، انالايز داتا. طب دي يستخدمها مين لسه ستارت اب بالمجال، اللي هو مش فاهم انا ممكن اطلع ايه؟ يعني انا مثلا كسينيور انا ممكن اقدر اقول لك انا ممكن اطلع توتال ترانزاكشن، اقدر اقول لك كل ريجون ابدا ابني عليه، تبني عليه ايه؟ اقول له مثلا ابني عليه ان كل ريجون جاء طلع لي مثلا يونت سولد قد ايه، كل ريجون اتباع لي في حاجات اونلاين وان ستور بقد ايه، كل ريجون طلع لي توتال ريفينيو قد ايه، وابدا اطبق نفس الفكره ديت على الستيت والسيتي والبرودكت، واجيب التوب فيهم، واجيب اقل منتجات واعلى منتجات، واجيب متوسط المنتجات، واجيب الجزء اللي ليه علاقه بالاوتلايرز المنتجات اللي عندي. طيب انا شغال في ده. طيب لو واحد لسه ستارت، لا، خش اعمل انلايز للداتا ديت، هيبدا يعمل لك انلايز للداتا ويفهمك الداتا دي كلها ايه. طيب عندك حاجات تانية، يقدر يجنريت ليك كذا حاجه، كتيبل، كبيفت تيبل، كايمج، كمعادلات، كل الكلام دوت، يعمل لك سمرايز، يعمل لك سمرايز. طيب خلينا نتكلم مع الاي اي. طب نعمل ايه؟ نقول له ask something else، بدوس عليها كده، فبيبدا يفتح لك جيميناي عادي هنا خالص. انت عايز ايه دلوقتي؟ بمنتهى البساطه اقول له مثلا اعمل لي تحليلات على الريجنز. بمنتهى البساطه اقول له اعمل لي تحليلات على الريجنز. اوكي. طيب لما اقول له اعمل لي تحليلات على الريجن، فهو هيبدا يبني لك تحليلات. تعال نشوف. دوست انتر. زي ما انتم شايفين دلوقتي هو عمل تحليلات وبدا يطلع لك تشارتس والكلام ده كله.
ويقول لك والله اعلى منطقه ايه واقل منطقه ايه، وكل منطقه مثلا انا ويست مثلا بيقول لك اجمالي الايرادات، عدد الوحدات المباعه، ترانزاكشن اللي تمت فيها في كل منطقه. طيب حلو قوي. انا دلوقتي عايز الكلام دوت يكون موجود في شكل تيبل عشان اقدر ابعته مثلا للمدير او الكلام ده كله، او افاليديت بعينيا، مش هفضل اقرا. يعني ايه؟ يعني الكلام دوت ممكن تاخده كريبورت محترم جدا، بس خلي بالك ريبورت كريبورت وورد، تقرير تكتبه وورد او تكتبه في ميل او الكلام ده كله. انا عايز ريبورت تاني اللي هو سمري بيفيد مثلا. طيب هقدر اقول له هنا ممكن مثلا اكتب له اعمل لي اعمل لي بيفيد تيبل للكلام ده، وشورت توضح كل ايد، دوس انتر. تمام كده خلص، ظهر معانا كل حاجه اللي انا طلبته منه. ممكن اقفل دلوقتي شيفناي. ادي الشيت بتاعي، عمل الكلام دوت، عمل لي تشارت، عمل لي البيفت اللي انتوا شايفينه دوت، التشارت اهو موضح قدامي وكل حاجه تمام. طيب هل جيميناي او كوبايلوت او اي بيقف عند البوينت دي وبس، الحاجات البيزك دي بس؟ لا، انا كنت بديكوا بس انترو للحاجات الاي اي اللي تقدر تستخدمها عشان تساعدك في التحليل. طيب في حاجات اكتر من كده اكيد شغالين فيها دلوقتي في الكورسز بتاعتنا. حاجات تاني بتقدر تخليه يطلع لك سي مثلا الاوتلايرز، يقدر يعمل لك داتا كليننج كامله بتكة زرار. يقدر تخليه كمان يعمل لك تقارير للشركه لكل مثلا ديبارتمنت في الشركه اللي انت شغال فيها. كل الكلام دوت يقدر يعمله الاي اي واكتر من كده. والاي اي موجود معانا في الاكسل، في الباور بي اي، في البايثون، في حاجات كتير جدا نقدر نستخدمها. يقدر يبني لك حتى البادي بتاع الايميل بصوره كويسه جدا لمحلل البيانات. لما تيجي تبعت مثلا ميل لحد هيد في الشركه كدايركتور او سي او الكلام ده كله، يقدر يبني لك الكلام دوت وانت شغال على الداتا. يعني ايه؟ يعني يعمل لك بادي ميل بناء على الداتا اللي انت شغال عليها دلوقتي. فمن الحاجات ديت من الحاجات اللذيذه جدا اللي هتساعدك قدام بامر الله. اتمنى النهارده تكونوا استفدتوا مني، وان شاء الله الفيديو الجاي هيكون فيه معلومات اكتر.